64 جبت العمل في السد العالي من القوات المسلحة. السد العالي كان الأعمال كلها بتتم بنظام معين، بتكنولوجيا معينة. يعني السد العالي عبارة عن رملة وحجر وزلط، كل ده كان بيتم. الرملة كان بيتم بالتجميد، والحجر كان بيتم بالعربيات الآلات والحاجات دي كلها. في 5 يونيو 67 حصلت النكسة، فالقوات المسلحة قررت إنهاء انتداب كل الضباط الموجودين بره في مؤسسات. فأنا رجعت للقوات المسلحة في السد العالي. لما رجعت عينت رئيس فرع مكتبات تشكيل من التشكيلات الدولية اللي موجودة غرب القناة في نطاق تشكيلات الدولية. التشكيل بتاعنا كان على المية غرب القناة. أنا كرئيس فرع مكتبات التشكيل كنت بمر على الحملة بتاعت العربيات بتاعت الحاجات بتاعتنا، وأنا بمر كان في شرق القناة يعد كان بيعمل الساتر الترابي بتاعه عبارة عن كثبان رملية طبيعية زائد كثبان رملية نتيجة حفر القناة. حفر الرملة بتاعت القناة شرق القناة، لأن غرب القناة كان أراضي زراعية، زائد إن القناة اتوسعت التطوير المستمر عمل كثبان رملية كتير على الشاطئ الشرقي القناة. العدو قعد يعلي في السواتر الترابية بتشكيلاتها القديم والجديد وكله، ويعليه ويوصله إلى ارتفاعات من 12 ل 20 متر ارتفاع، وعرضه من 8 ل 12 متر من السويس لبورسعيد، وملاه بنقط قوية وحقول أغلام ومقطعات وكده. أنا وأنا بمر بتفرج على الساتر الترابي وهو بيتبني، ابتدى عنه ميلوه جابوه بالنسبة للقناة 80 درجة عشان يمشوه مع قاع القناة. قاع القناة بيسيب عنه 80 درجة، أصبح من الصعوبة بحيث إنه مانع شديد أوي. أنا وأنا بمر وأشوف كان كل فكرة لو الساتر الترابي ده في أسوان كان مدافع المايه اللي عندنا اللي كانت بتجري تودي رملة لقاعد السد العالي كان ممكن تعمل فيه حاجة بأقصى تفكير لنا. في مايو 69 جت أوامر التشكيل بتاعنا إنه هتعبر قناة تتحرر قدامها كذا كذا كذا، وكان تمام الاستعداد آخر أكتوبر سنة 69. أنا رئيس فرع مكتبات التشكيل ده موجود، فقاعد مع قيادة قائد الفرقة عرض المهمة، هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قام رؤساء التخصصات الاستطلاع والعمليات والمهندسين شرحوا الموقف قدام الفرقة، العدو قدام الفرقة، وحدات الأرض قدام الفرقة، الساتر الترابي قدام الفرقة. شرحوه بتفصيلات شديدة الدقة، نشأته، طبيعته، مكوناته، التركيزات الهندسية والقتالية اللي فيه، التجارب اللي بتتعمل للتغلب عليه، وكان كلها بتدور حوالين المدارس العسكرية الاستراتيجية العادية اللي هي يا إما بالقنابل يا إما بالصواريخ يا إما بالمدفعية يا إما بالطيران يا إما بالتوربينات البنجلور، يعني كلها الوسائل التقليدية العالمية. كل النتائج دي لما اتعملت واتجربت كانت بتدينا أقل وقت فتح الثغرة من 12 ل 15 ساعة. 12 ل 15 ساعة مرفوض، العسكري لما يطلع على الساتر الترابي هيقعد 15 ساعة عريان، مفيش دبابات مفيش مدفعية تغطيه، فكانت في غاية من الصعوبة. المشكلة كانت صعبة علاوة على إن الخسائر كانت كلها تقديرية في حدود 20%. لما تتجمع وتشوفيها تلاقيها على الأقل في الوجات الأولى هتطلع ب 20,000 شهيد، 20,000 شهيد زائد الوقت 15 ساعة زائد
الظروف بتاعت العملية تبقى مصروف. أنا قاعد بسمع الكلام ده ورئيس فرع مكتبات وبسمع الكلام ده كله. أنا استفزين، أنا قائد الفرقة تاني مرحوم الله سعيد دولة عبدالله، قال لي إيه يا باشا؟ ده أنت هتتكلم في الآخر، أنت اللي هتشيل كل ده. قلت له لا أنا هتكلم في الستر الترابي. قال لي في الستر الترابي؟ قلت له آه. قال لي طب اتفضل. قلت له أنا سمعت كل حاجة، سمعت التفاصيل بتاعته، سمعت الستر الترابي، سمعت إنه رمل وحطوا فيه هم تحصينات وحطوا فيه ألغام وحطوا فيه مدفعيات وحطوا فيه كل حاجة، يعني أساسه رملة، مبني على رملة، ورملة قديمة ومتوسطة وجديدة. الرملة دي كلها اللي محطوط عليها كل التحصينات دي، طب ما ربنا سمح بالمشكلة وحاطط حاجات تحتيها. بصيت لقيت كلهم مبررين. قلت له المية بتاعت الخلال مضخات مصة كبسة تتحط على زوارق خفيفة تسحب المية من الخلال وتضخها على الستر الترابي مباشرة. هم الحمد لله علوه وميلوه جابوه 80 درجة، يعني على رأي المدفعية في السوادة. يعني بالنسبة للفكرة جه في حضن فكرة، في حضن مدافع المية، يعني ما فيش ويست، ما فيش مشوار تشيل الخراطيم، ما فيش ده على طول، لأن هو على الحافة ونفس الميل. يعني الطرمبات لما تضخ قوة اندفاع كبيرة للمية على الستر الترابي، المية هتحرك الرملة تنزل بتقلها لقاع الخلايا. أنا قلت الكلام ده صدقيني مش عارف إنه كان تشكيل. قلت وأنا خرفت وبتاع. الكلام ده حصل واحنا اشتغلنا دي في السد العالي، دي كانت مفتاح الكلام. طب قول لنا كنتوا بتعملوا ايه في السد العالي؟ قلت له في السد العالي احنا شلنا حاجه بتاع 10 مليون متر مكعب رمله بالطريقه دي. كنا بناخد الميه من النيل نسحبها بالطرمبات على جبال الرمله من النوع المناسب للسد العالي، وتنزل نحط مدافع الميه نوجهها على الجبال دي، وعاملين احواض خليطه حوالين الجبل. الميه تنزل الرمله بتاعت الجبل في حوض الخليطه، وبعدين الطرمبات تشفط الخليطه من الاحواض دي الى جسم السد العالي. الرمله تنزل والميه تمشي في النور. لو المشوار طويل لان الجبل الطبيعي بعيد بنحط الطرمبات بوسطه لتقويه المساعده على تدفق الميه المخلوط. وبعدين المواسير كانت 60 سم، وكانت الخليطه نسبتها الرمله للميه من 5% الى 10% فقط. ولكن احنا في السد الترابي هنا مختلفين. احنا مش عايزين العمليه بتاعت التجريف العلميه، احنا عايزين حاجه واحده بس، عايزين طرمبات تسحب الميه تضخها على الساتر الترابي تنزل الرمله بالميه بوزنها. يعني المرحله الاولى بس من عمليه التجريف العلمي ببساطه، يعني بنستغل قوه اندفاع الميه اللي بنضخها عشان تحرك وتشيل الرمله الى قاع النيل. حرب اكتوبر علمتنا ان مفيش مستحيل. ثوره 25 يناير دي بدات زي ما كلنا شفناها بانتفاضه شبابيه طلعه طبيعيه من جوه قلب الشباب، كان ليها يعني سقف قد يكون محدود في الأول. الطموحات اللي حصلت اللي ربنا عملها أكبر كتير من ما كنا نتخيل. سبحان الله كمل الجهد بتاع الشباب. ليه؟ سبحان الله شايف البلد وشايف اللي حاصل جواه، ما كانش يرضى يخلي الحالة تستمر، فساعد الشباب على انهم يسقطوا النظام في التوقيت الضيق. دفع الثمن شهداء، دفع الثمن حاجات كتيرة، بس ربنا هو اللي كمل فكر الشباب.
ويكمل جهد الشباب، وعشان كده أنا مش قلقان. سبحان الله لما يساعد ويكمل هيكملها، بس بطريقته مش بطريقته، هتكمل كويس أوي أوي أوي.